أسعد الله بالخير أوقاتكم جميعا، جمعة مباركة مقدما. طبعا الفيديو هذا بخصوص رمضان على الأبواب. غالب القاضي رجع يقدم سلة غذائية. غالب القاضي محكوم إعدام. انتبهوا أمانكم افطروا بماء ما فقط، ولا تأخذوا سلة غذائية من غالب القاضي. الإخوة الذي حالتهم ميسورة والمغتربين، وأنصحكم نصيحة لوجه الله، لا تثقوا بأي واحد يطلع لكم يقول أنا فاعل خير وبقدم سلات غذائية وكذا وكذا، لأن هذولا نصابين. أنتم عارفين أن السلات الغذائية مقارنة بالتبرعات الذي تروح يعني أقل من النص، والباقي لا جيوبهم الباقي، وأقل من النص هم الذي يقدموها. فأعتقد أن أنتم في غنى عن أنكم تشوفوا أي واحد بيعمل خير أو غيره. كل واحد مغترب عارف في جيرانه الذي حالتهم المادية صعبة، عارف في أقاربه، أولاد عمه، بنات عمه، أولاد خواله، أولاد خالاته من الأسر. كل واحد معاه، أنا متأكدة أن كل واحد من المغتربين والذي يريدوا يتبرعوا معهم في اليمن معاريف ما يكفي لتغطية التبرعات حقهم والزيادة كمان. لذلك أتمنى من الجميع أنه في هذا الشهر المبارك، الشهر الكريم، شهر رمضان، أنه كل واحد يلتف حول جيرانه، حول أقربائه، حول أصدقائه. وأحذركم من غالب القاضي والسلات الغذائية تبعه. محكوم إعدام غالب القاضي، والآن يعني بيجهز سلات غذائية، والطفلة جنات لحد الآن ما رضيوش ينتصروا لها ولا رضيوا يحكموا بشرع الله على الجاني. بينما الشيخ صادق أبا شعر ما زال في الثلاجة في صنعاء، وما زال والحوثة يلفقوا له تهم مخلة بالآداب، تهم يجعلوا يعني يحللوا قتله ويحللوا دمه. بينما الجاني الحقيقي الذي اغتصب الطفلة جناته باعترافه مش راضين ينفذوا عليه الحكم. هذه هي مقصرة الحوثيين، وبيتهربوا أكيد وما بينفذوش الحكم في علوي الأمير لأسباب. من ضمن هذه الأسباب أنه والد علوي الأمير كان مرافق مع حسين الحوثي الهالك، وأيضا علوي الأمير يعتبر من السلالة الهشهشية، ودائما شعار الحوثة لا يؤخذ السيد بالقبيلي، مثل ما حصل في قضية مسبقة مع السنباني، وقال لها القاضي لا يؤخذ السيد بالقبيلي يا سنباني. فتحياتي لكم.